دي هي اجدد عربيه عند جيتور، الجيتور التي 1. بعد ما جيتور اطمنت على الاخت الاكبر للتي 1 اللي هي التي 2 في السوق المصري ورسمت طريقها معانا وحققت نجاح كبير جدا ومبيعات مش طبيعيه، فكان من الطبيعي ان جيتور تفكر ان هي تنزل لنا الاخت الاصغر ليه. طمنا على التي 2، ندخل بقى نشوف الاخت الاصغر، نمهد الطريق للتي 1. وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايب قلبي، ايه الاخبار؟ تعالوا معايا نتفرج سريعا عن التي 1 الجديده، العربيه الاجدد من انتاج جيتور. هنتكلم عن سعر العربيه والاوفر برايس اللي انضاف عليها على الرغم انها لسه ما كملتش حاجه في السوق، ونتكلم برضو عن الموتور وقوته والارقام بتاعته والشكل الخارجي للعربيه وبرضو الداخليات اللي اتغيرت عن التي 2. قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه علشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. ويلا بينا نشوف ايه القصه. ونبدا بالسعر كالعاده، العربيه دي بتيجي بفئه واحده 1,725,000، ده السعر الرسمي ليها، وطبعا عليها اوفر برايس بتوصل معاك ل 1,800,000. الاسعار دي السعر الرسمي والاوفر برايس وقت تصوير الفيديو ده. فكره الاوفر برايس دي انا عارف انك اتضايقت منها وهي حاجه تخنق حرفيا، ولكن ده بقى واقع احنا عايشينه. العربيه تبقى لسه نازله، لسه الموزعين مستلمين، لسه التجار بتبدا تاخد كل واحد قطعه ويقوموا رازعينك واحده اوفر برايس يطير نافوخنا كلنا. السلام عليكم. ولكن خلونا دلوقتي ندخل على الموتور بتاع العربيه. وطبعا الموتور الكبوت بيتفتح من تكتين، وكغير عاده العربيات الصينيه الحاجه اللي ما بتعجبنيش ومستفزه جدا ان الكبوت دلوقتي نوعا ما خفيف، مش هنتكلم في القصه دي، ولكن بمساعدين. يعني الصين في معظم عربياتهم ما بيعملوش القصه دي، فدي حاجه بتخنق وبتضايق. يعني برافو جيتور وبرافو تي 1. بنتكلم عن موتور 1500 تربو، 184 هورس باور، 290 نيوتن عزم، والكلام ده طبعا على فتيس 7 سرعات ديول كلاتش تبريد زيت. نقفل الكبوت وندخل دلوقتي على شكل العربيه من قدام. وقبل ما نخش على الشكل من قدام خليني بس الاول اقول لك ابعاد العربيه. بنتكلم في طول حوالي 4 متر 705 وقاعده عجلات 2 متر 800. طبعا عايز اقول لك على حاجه متعارف عليها في السوق، لو انت بتدور على ديفندر الغلابه فهتروح للتي 2، طب لو بتدور على فيلار الغلابه التي 1. وده بسبب الشكل الخارجي، هتلاقي العربيه دي شبه الديفندر والعربيه دي شبه الفيلار. فدي معلومه انا كنت عايز اقول لك عليها، هتعرفها مع الوقت واحنا بنتفرج على شكل العربيه، بس انا قلت اسبق واحرقها لك في البدايه. نيجي لشكل العربيه من قدام. العربيه من قدام للوهله الاولى كده غبيه، يعني حاجه كده اللي هي الناس اللي بتحب العضلات والحركات والقصه دي كلها، عربيه غبيه. وعلى فكره عايز اقول لك على حاجه، سبب كبير من اسباب نجاح الجيتور التي 2 هي شكلها. العربيه شكلها حلو جدا. يعني معلومه انا ممكن اقولها لكم بيني وبينكم كده، انا بحب التي 2 اكتر بكتير من التي 1. يعني شكل التي 1 التي 2 احلى بكتير بالنسبه لي، دي وجهه نظري. في ناس بتشوف ان التي 1 احسن بكتير في الشكل، ولكن يعني هنكتشف مع بعضنا. هي الموضوع ده موضوع اذواق، وطبعا لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، حاجه زي كده. المهم تصميم العربيه كله معتمد على شكل المربعات، زي العربيات اللي هي الجي كلاس مثلا، زي العربيات الجيب اللي هي العربيات اللي بتبقى كلها عباره عن مربعات. فطبيعي جدا انك تشوف التصميم بتاعك من قدام عباره عن مربعات، والاضاءات الاماميه عباره عن مربعات. ده نفس الشكل بتاع الاضاءات اللي موجود في التي 2. طب المختلف ايه عن التي 2؟ ان الاضاءات دي LED عادي، الاضاءات اللي موجوده في التي 2 LED ماتريكس. حاجه كمان هتلاحظها مختلفه عن التي 2، ان التي 2 كانت عباره عن 1 2 3 4 4 خطوط بس للاشارات، هنا بقى الدبل، بقينا 8 2 4 6 8. جميل. والاضاءات بتاعت الفانوس بتاعتك زي ما انت شايف. نروح قدام شويه، في عندك ده مش لايت بار ولكن البار اللي مكتوب عليه كلمه جيتور. شوفوا برضو او شفناه في التي 2 وكان البار ده مضيء، ودي كانت لقطه كويسه جدا وكانت جامده. مش عارف ايه الافتكاسه ان احنا نغير البار ده، يعني كان اللايت بار اقصد كان شكله احسن بكتير من انه يبقى طافي. شكل العربيه كان مدي لها روح والله بجد، كان جامد. بعد كده عندك هنا كاميرات 360، ودي حاجات كده مقفوله بلاستيك، ونفس الشكل اللي هي اخده مربعات دي نازله معاك لحد تحت هنا. دي بقى فتحات حقيقيه علشان تبريد الموتور، ونازله معاك لحد هنا. كل دي فتحات حقيقيه عشان تبريد الموتور، وطالع اكسدام ضخم جدا بلاستيك طبعا لقدام علشان يبين لك ان العربيه بقى اوف رود وحاجات دي، لان هي بتخاطب الحته دي على فكره. ننزل تحت شويه نلاقي هنا الفوج لايت جميل، وعندك في حساسات اماميه ولا لا؟ انا مش شايف اي حساسات اماميه. طيب هو لحد دلوقتي في الغالب مفيش حساسات اماميه، لان انا عمال ادور مش لاقي. مفيش غير عندك كاميرات اماميه بس، وطبعا البلاستيك بتاعك ده كله عشان زي ما قلت لك اوف رود بقى والحركات والجبال والقصه دي كلها. عايز انزل تحت شويه هتلاقي في هنا فتحات برده للتهويه عشان الراديتور ما شاء الله اخد حيز كبير جدا من الموتور. وعايز عايز اقول لكم معلومه كمان، من ضمن الاكسسوارز بتاعت العربيه دي هي الاماكن دي اللي هو المربع ده والمربع الجنب الثاني. ممكن تشيل البلاستيك ده وبتركب له حاجه زي ليدات كده اضاءات وبتاع. الحركات دي بتبقى لذيذه برده لو حد ان هو حابب ان هو يعدل على شكل العربيه ويخليها مميزه اكتر عن النسخ اللي موجوده في السوق. كمان هتلاقي عندك مصفح تحت مغطي الموتور بريداتير من قدام لحد الاخر، يعني جميل جدا، لان احنا بقينا دلوقتي معظم العربيات اللي بتنزل ما عادش فيها المصفح اللي بيبقى تحت ده، او بيبقى نص بس لحد قدام كده لحد البتاع ومش مكمل تغطيه الموتور. ده مكمل معاك للاخر. نطلع فوق شويه بقى علشان نشوف الخطوط بتاعه العربيه. زي ما قلت لك هم معتمدين في الديزاين على الحاجات المربعه، فهتلاقي الخطوط يعني حاده
شكل العلبه المربعه المستطيل، الحاجات دي كلها ده اللي معتمد فيه على الديزاين كله. شفناه برده حتى في الاضاءات الاماميه من قدام. عندك اول حاجه خالص الناحيه بتاعه الفانوس دي، وخط مكمل معاك وخلص هنا. جميل. نيجي بعد كده للانحناء اللي موجود في الكبوت من هنا، والكسره برده اللي بتبقى موجوده دي. عندك ادي خط جميل مكمل معاك النهايه هنا، وحاجه كده زي حيز بسيط او اللي هي تانية بسيطه كده في الكبوت من هنا ومن هنا، بحيث ان هو يبقى مديلك شكل برده علشان ايه، نوعا ما ممكن نقول انسيابيه بقى او ديزاين شكل جمالي احسن، ايا كان السبب هو ايه. وطبعا من هنا كل ده بلاستيك ومكمل معاك للكفر للاخر لحد الدواسات بتاعتك او المكان اللي انت العتبه اللي انت بتطلع منه للعربيه. نيجي دلوقتي لشكل العربيه من الجنب. شكل العربيه من الجنب وشكل العربيه من ورا هم الحاجات اللي بتميز العربيه دي، لان هي التفاصيل بتاعتها والكلام ده كله والروف راك والقصص دي كلها هي اللي بتميز العربيه دي، بتدي لك قوه بقى وجبال وصحاري والقصه دي كلها. وبرده العربيه حجمها كبير جدا، وده هنشوفه وهنلاحظه في المساحات الداخليه ليها. نيجي دلوقتي للجنط ونشوف جنط كام. نفس المشكله ار18، الجنط بتاعها ار18 235 65 ار18، والجنط بتاعك تو تون وكلمه جيتور في النص. كاليبرز نوعها زي ما هو، التعليق الامامي بتاعها ماكفيرسون والخلفي مالتي لينك. دي كانت مكان اعتقد ان هم كانوا عايزين يحطوا فيها ليدات او حاجه زي كده، بس ما جاتش معاهم يعني، او الميزانيه ما كفتش، فمفيش هنا ليدات. دي معتمه لون ابيض بس. جميل. ترجع معاك هنا هتلاقي فيه هنا عتب قوي جدا علشان لما تيجي تطلع العربيه، عتب ضخم علشان العربيه فروت بقى والحركات دي كلها. بعد كده عندك هنا برده مرايات ضم واشارات مع المرايه، والاشارات مقسومه على جزئين نفس الديزاين اللي موجود في الاضاءات الاماميه. خدتوا بالكم ان الاشارات بقت شرطتين مش شرطه واحده زي التي 1 زي التي 2. عندك برضو هنا كاميرات من ضمن الكاميرات ال 360. ده طبعا هنا الحته دي بيانو بلاك اخده مع نفس لون العربيه، ولكن ده كله بلاستيك عادي جدا. وهنا برضو مش بلاك، بيانو بلاك، عشان انا قلتها في الفيديو بتاع الشنجاني اليوني في، قلت ان دي اصلا نيكل. كلمه نيكل دي كانت مسمعه معايا طول الفيديو، انا مش عارف ليه. هنا اهو احنا بنعدل اهوت، الحمد لله احنا فايقين شويه عن المره اللي فاتت. فده بيانو بلاك جميل، وهنا مش بيانو بلاك عادي جدا. الازاز اللي قدام عادي واللي ورا فاميه، والازاز اللي ورا مقسوم ليه جزء كده من ورا. انا بحب الجزء ده جدا، اللي هو بص الباب بتاعك عادي جدا وهو مقسوم نصين، ده بس اللي بينزل، ده ما بينزلش. جميل. فده متفيم، والشراع اللي ورا هي كمان متفيمه. واخد لك بقى سحبه هنا، في عندك مجموعه خطوط لورا عشان تدي لك بقى اليشفات والكلام ده كله. جميل. عندك برده روف راك بطول العربيه كلها ضخم جدا، يعني روف راك مش صغير. هي العربيه موجهه وخطابها الاول والاخير للقصه دي. وفي نفس الوقت برضو تلاحظ الديزاين من ورا اخد شكل الفيلار، برضو بيقول لك عليها فيلار الغلابه، والتي 2 يقول لك عليها ديفندر الغلابه. يجي بعد كده الباب الخلفي هتلاقي فيه عندك هنا بدايه خط راجع معاك للاخر عشان يدي حده بقى في الديزاين من ورا. ده احنا هنشوفه واحنا بنتفرج على العربيه من ورا. بس عندك برضو هنا ايه، زي ما كان في بلاستيك احنا بادئينه من البدايه لحد نهايه العتب، في بلاستيك بدأ معاك من هنا لحد الاخر ومكمل معاك لورا. العربيه برضو فيها كيلس انتري، وبما اننا بنصور من الجنب ده فالجنب الثاني موجود فيه بصمه خارجيه، اللي هو زرار كده مجرد ما تدخل تضغط عليه وانت المفتاح في جيبك يفتح العربيه لوحدها وتبدا انك تخش وتدور وتعيش حياتك. ونيجي دلوقتي لشكل العربيه من ورا. شكلها مميز جدا وديزاين جميل ورايق، بدايه من السبويلر الضخم قوي اللي موجود هنا ده، واللايت بريك اللي موجود هنا، اللي هو انت لما تدوس فرامل يشتغل معاك. حاجه بقى مضحكه جدا، انا مراعي ان حجم الازاز من ورا يعني صغير، وحجم المساحه مضحك جدا، يعني مش مناسبه خالص لحجم العربيه والكلام ده كله. نيجي بعد كده الاضاءات الخلفيه بتاعتك. الاضاءات بتاعتك برضو متقسمه على 4، ولكن الاشاره هي اللي في النص، يعني ده المين لايت بتاعك او البريك بقى والريفرس او القصه دي كلها، والاشاره بتاعتك هي اللي موجوده في النص. ده اخد نفس التصميم او نفس الديزاين بتاع الفوانيس اللي قدام. هتلاحظ ان الديزاين بادئ معاك من هنا ومكمل في الحته دي، ولكن هنا مفيش اي اضاءات، في كلمه جيتور كبيره بس. طبعا موجود عندك برضو كلمه تي 1 موجوده في الشكل ده، والشنطه بتاعتك كهرباء ومساحتها هكتبها لك او هسيبها لك هنا عشان انا مش فاكرها بصراحه. برضو لما بتنزل الكراسي بتدي لك مساحه اكبر. نيجي دلوقتي ان كل ده برضو بلاستيك وحاجه ضخمه كده علشان تدي نفس شكل الديزاين من قدام، ودي نفس المربع اللي انا قلت لك عليه من قدام، اللي انت ممكن من ضمن الاكسسوارز بيتجاب له اضاءات وكده. ودي عواكس موجوده ورا، وحساسات خلفيه، والكاميرا الخلفيه موجوده فين؟ اكيد في الشنطه. الكاميرا الخلفيه موجوده هنا، وفي عندك اضاءات هنا للوحات بتاعه العربيه. عندك كمان حاجه من ضمن الحاجات الهوك اللي موجود هنا علشان العربيه بقى بتاعه صحراء والقصه دي كلها، مع اني صراحه مش شايف ان الموتور بتاعها يقوى للحاجات دي، ولكن هي موجهه بديزاين للقصه دي. الاكزوست موجوده هنا، مفيش اي اهتمام خالص بفتحات الشكمان من ورا، وعادي لان العربيه تعتبر مش للحته الرياضيه دي قوي، على قد ما هي حته عنيفه قوه مش عارف ايه. في تي 2 معديه من هناك اهي، انا لساني هنج، في تي 2 معديه هناك اهي.
دلوقتي احنا اتكلمنا عن سعر العربيه، اتكلمنا عن مواصفات الموتور، بصينا بصه سريعه على الشكل الخارجي للعربيه. ندخل دلوقتي على الشكل الداخلي او الديزاين من جوه العربيه شكله عامل ازاي. وقبل ما ندخل على العربيه من جوه خليني اقول لك حاجتين. اول حاجه انا نسيتها في فيديو الشنجاني اليوني في المره اللي فاتت، ولكن الناس مشكوره جدا قالت لي في الكومنتات، وهي وسائل الامان بتاعه العربيه دي. كام ارباج، اي بي اس، اي بي دي، الحاجات اللي متعارف عليها دي كلها. اقسم بالله بقالي ساعه عايز اصور الكلمتين دول، مش عارف. العميل جه قاعد يتفرج على العربيه مش عارف ايه وبتاع، وفي مشكله ثانيه احنا بنتناقش فيها في العربيه دي. فالمهم خلونا نكمل كلامنا عادي جدا. انا مش عارف ليه انا بشارككم اصلا في الحاجات دي، يعني المفروض ما تحصلش، بس يلا. على ما اتذكر انا كنت واقف فين. انا كنت عايز اقول لكم حاجتين قبل ما نخش جوه نتفرج على العربيه. اول حاجه وهي وسائل الامان اللي موجوده في العربيه دي. العربيه دي فيها كل وسائل الامان بالاضافه ل 8 ارباج، فيها 8 ارباج يا جماعه. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اقول لكم عليها وهي ان القصراوي عامل ضمان على الموتور مليون كيلو او 10 سنين ايهما اقرب، يعني يدينا ويديكم طول العمر. هتعمر مع العربيه مليون كيلو علشان الموتور او 10 سنين ايهما اقرب. فده ضمان جامد جدا على فكره، وما شفتوش قبل كده عن نفسي غير في عربيات يابانيه زي الميتسوبيشي هي اللي كانت بتعمل دايما الضمان ده. المعلومه ان عندي في ضمان على العربيه ككل 5 سنين او 150 كيلو ايهما اقرب برضو، انهي واحده فيهم اللي هتجيبهم الاول. فدول كانوا الحاجتين اللي انا كنت عايز اكلمكم عنهم قبل ما ندخل نتفرج على العربيه من جوه. دلوقتي احنا هنخش نتفرج على العربيه. طبعا انتوا مش هتشوفوني برضو عشان ما يعيش حد يصور. حاجه من ضمن الحاجات اللي انا نسيت اوريها لكم هو شكل المفتاح بتاع العربيه. شكله مميز جدا وحاجه كده تحسها ايه، بريميوم اهو زي ما انتوا شايفين. جميل. ثواني. في القفل والفتح بتاع العربيه والاداره عن بعد والشنطه. الاداره عن بعد دي برضو حوار جامد بيفرق مع ناس كتير، خصوصا لو انت من الاشخاص اللي بتحب تدور العربيه تشغل التكييف قبل ما تنزل من بيتها من فوق، يعني وهي راكنه العربيه من تحت. اول حاجه عايز اقول لك عليها برضو هي الكيلس انتري اللي انا كنت بكلمك عليه. تضغط على الزرار ده العربيه قفلت كده قفلت. في حاجه ثانيه وهي نظام النقطه العاميه برضو، دي حاجه من ضمن الحاجات عشان انا ما انساهاش. هنضغط كده على الزرار، المرايات بتاعتك فتحت، الاشارات اشتغلت. نطلع عتبه، العتب بتاعك بقى طالع انت بقى ايه، سفينه زي ما انتم شايفين. ثواني نديها واحده بقى، ندور ستارت ستوب انجن بتاعك هنا. عايز اجيب الديكسيون كده. طبعا حاجه من ضمن الحاجات انا بعشق قعده جيتور عموما من تجربه التي 1. بص كده بقى انا مش عارف هي بتقول ايه. اوكي ثواني بقى نقفل الصوت. جميل. الانيميشن والحركات اللي بقت موجوده في الشاشه بقت افضل بكتير، وعالجوا هم فكره ان الشاشه دي كانت بتسخن، فهم عالجوا الموضوع ده في الجيتور التي 2. وحطوا لك هنا برده زراير التكييف، لان الجيتور التي 2 ما كانش فيها اي حاجه غير زرار الاشارات ده. جميل. فدي حاجه من ضمن الحاجات ان هم عالجوا لك بقى الانيميشن بتاعك زي ما انت شايف. وعندين نجيب مثلا درايف مود سيلكتور، دي مثلا الزرار بتاع الدرايف مود ده، نظام السبورت، نظام الايكو، نظام النورمال. جميل. سبورت تاني، دي بقى الانظمه بتاعتك. والانيميشن بقى جامد جدا، ومعالجه الموضوع للشاشه عموما بقت جامده جدا. جميل. دي اول حاجه انا عايز اقول لك عليها. بعد كده للطاره بتاعتك جميله جدا، والديزاين بتاعها جميل وملمس تحفه وديزاين رياضي، علشان بقى اللي هي ايه، عربيه رياضيه وكده. في عندك برده بيدل شيفتر موجودين، بس ميني بيدل شيفتر، اتمنى ان هم كانوا يبقوا اكبر من كده. جميل. في عندك دي بقى التحكمات بتاعتك في الطاره عادي، والنظام الصوتي. نضغط على زرار اوبن ذا سان روف. لا تعالى تاني، ارجع. نضغط على الزرار. I am listening. Open the sunroof. Okay. السان روف بتاعتك فتحت. طبعا فتحت سقف بانوراما مقسومه على جزئين. السان روف بتاعتك فتحت عادي جدا. جميل. فده بالنسبه للامر الصوتي اللي موجود عندك، المودز والكلام ده كله. عندك شاشه جوه كده شويه، شاشه صغيره انا مش عارف مساحتها كام، بس هكتب لكم مساحتها هنا لو لقيتها. جميل. دي الشاشه بقى بتاعت العدادات بتاعتك والمعلومات العامه اللي انت عايز تعرفها. خد بالك بقى من التفاصيل اللي هي موجوده هنا دي. جميل. دي برضو تفاصيل جميله جدا، وبيانو بلاك هنا. جميل. محاوط الشاشه بتاعتك من هنا، وبرضو الحته دي مكمله معاك للاخر، حاجه من ضمن اشكال الديزاين. جميل. وفي انبات لايت موجود تحت انت بتتحكم فيه طبعا من خلال الشاشه. ارمي البتاعه دي هنا. جميل. عندك برضو ده مكان كده اللي هو تمسك منه علشان عربيه بقى ايه، اوف رود والقصص دي كلها. في الجيتور التي 2 كنت تلاقي هنا حاجه تمسك فيها. جميل. وبرضو كان نفس المسند ده موجود هنا. دي مساحه من ضمن مساحات التخزين. على شكل مخارج التكييف نفس الموضوع اللي موجود في الديزاين، اللي هو اخد موضوع الديزاين كده من الاول ومن الاخر برضو كمان من قدام. جميل. شكل الموضوع هو اخد شكل اللي هو المربع ده. الماتيريال بتاعتك جميله جدا، مفيش شاشه قدامك كده، الشاشه انت بتشوفها من جوه التابلو، والرؤيه بتاعتها واضحه على فكره. يعني حتى برضو لو جينا نزلنا طلعنا دي شويه كده لفوق، الرؤيه بتاعت الشاشه دي واضحه، مش عامله لي اي مشكله خالص او اي انزعاج. نروح كده شويه نلاقي فرامل اليد بتاعتك موجوده هنا، وهنا الشنطه بتاعتك برضو. في هنا شاحن وايرلس تشارجر. اجمد مقبض فتيس انا بحبه، مقبض فتيس مريح جدا. وده زرار بتاع الباركنج. الحته دي شايفها مش ألذ حاجه بصراحه.
وهنا ان هي فاضيه. في التي 2 شكلها اجمد بكتير. ده زي ما قلت لك الدرايف مود سيلكتور اللي بتغير معاك في الشاشه زي ما انت شايف. جميل. دي الكاميرات ال 360 هي عامله كده ليه؟ انا مش عارف بصراحه، ممكن يبقى فيهم كاميرا او حاجه زي كده متوسخه، يعني فيهم واحده كده متوسخه، بس النقاء بتاعها نوعا ما كويس يعني، جميل جدا. ده بالنسبه للكاميرات 360. الاوتو باركنج 2 كاب هولدرز. جميل. مسند هنا بثلاجه وبتتحكم فيها في القفل والفتح بتاعها عادي جدا زي ما انت شايف. جميل. تعالوا بقى نروح كده شويه نتفرج على الباب بتاع العربيه. طبعا الماتيريال دي سوفت. جميل. ده كده بلاستيك. المقبض بتاعك، الانبت لايت معدي معاك من تحت اهو زي ما انت شايف. التطريزه بتاعتك باللون الاورنج اللي هو اخد نفس التطعيمات بتاعت الكرسي، يعني هنبص عليها دلوقتي. جميل. كمل هنا في نيكل. الماتيريال دي برده جلد، الحته دي الوحيده اللي هي جلد، ده قماش، ده بلاستيك. كل الداير ده بلاستيك بتاعتك. المقبض بتاعك قوي جدا، مساحه يعني كويسه جدا تاخد لها اللي هي ازازه صغيره. دي السماعات بتاعتك. جميل. ده بالنسبه كده للديزاين بتاع الباب زي ما انت شايف. لو جيت بصيت هنا على المكان ده، طبعا بيانو بلاك تحفه، حاجه تحفه. الاضاءات بتاعتك كلها تاتش اعتقد من هنا. لا ده هي الزرار ده بس هو اللي بيغير معاك، بيوريك كله. ثواني بقى اقلع لكم الكرسي ده البلاستيك بتاعه واوريكم وافرجكم عليه. اتفرج يا باشا على الكراسي الجلد، تحفه جدا رياضيه. جميل. واتفرج على التطريزات اللي باللون الاورنج والتطعيمات اللي موجوده هنا والتفاصيل بتاعتك عشان تدي لك اكتر، تبقى العربيه اكتر رياضيه. الكراسي مريحه جدا، والحتت دي اللي هي علشان تبقى حضناك وانت قاعد. نيجي للمساحات الخلفيه بتاعت العربيه، وطبعا متوقع جدا ان المساحات الخلفيه تبقى ممتازه، يعني فوق الممتاز. العربيه زي ما قلنا مساحتها طويله. طبعا مساحه الراس كويسه جدا. مساحه الكرسي زي ما انتم شايفين انا قاعد براحتي. في عندك هنا جيبين عشان حاجه تحط فيهم الموبايلات بتاعتك، وجيب تاني صغير. الكرسي ده راجع على اخره، يعني اخر حاجه. طبعا ده مقبض هنا علشان اللي هو ايه بقى وانت طالع والقصه دي كلها. مفيش نفق تماما، فالحركه اسلس بكتير. العربيه دي تاخد 3 مرتاحين خالص. في درجات للكراسي، في درجتين للكراسي بتوعك، وتقدر انك تنزلهم خالص علشان ثواني نفك الحزام. تقدر انك تنزلهم خالص، يدولك مساحه خلفيه للشنطه. الشنطه بتاعت العربيه دي كبيره. ثواني، لا بوظنا الدنيا. واتوسخت ايدي شحن. جميل. زي ما انتم شايفين برضو ده التطعيمات بتاعتك كلها اخده بالله اللون الاورنج والتطريزات دي كلها. جميل. نتحرك كده. في عندك كاب هولدرز ماشي لسه بقى بكيساتها. في عندك بقى مسند واثنين كاب هولدرز. انا المسميات عندي رايحه في داهيه مش عارف ليه. جميل. ارجع تاني. القعده مريحه جدا، ما فيهاش اي مشكله تماما، حتى الرؤيه قدامك تمام. جميل. عندك هنا فتحه تكييف مقسومه على نصين، وعندك وصلتين يو اس بي سي، ومساحه تخزين هنا. ونعتذر تاني عشان في ناس بتتفرج على العربيه، فهنخرج زي الفل. هنخرج ونكمل دلوقتي. في حد باصص لنا في الفيديو ده، الواحد مش عارف يقول كلمتين على بعض. المهم ده كان ريفيو سريع جدا للعربيه، الموتور بتاعها، الاسعار بتاعتها النهارده في السوق، شكل العربيه من بره، شكلها من جوه، الكلام ده كله حاجه كده في السريع منه، لحد ما ان شاء الله وباذن الله بنحاول نعمل كولابريشن مع توكيل القصراوي ان احنا ناخد العربيه دي ست درايف ونجربها على مدار فتره طويله، والموضوع ده بقى يبقى فيه تجربه اداء وتسارع والقصه دي كلها واستهلاك بنزين والكلام ده كله. طبعا التجربه هتبقى تفصيليه اكتر من الكلام ده بكتير. فبس كده نقدر نقول خلصنا. ما تنساش تدوس لايك للفيديو لو عجبك، وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك اي فيديو جديد بننزله. ثانك يو فور واتشنج. شكرا على المشاهده.